مساء الخير، مساء العافية والورد والفل والياسمين، مساء البرد. مساء البرد والجو اللي حيرنا ما نعرف ايش نلبس بيه. نلبس شتوي صارت حارة تصمت، نلبس صيفي صارت باردة ثلج، حتى جونا همين معقد. المهم وجهة نظر للي يريد يشتري سيارة اقساط بالنسبة للموظفين. انا اشوف واحد ياخذ له قرض من مصرف افضل، يعني هذا بالعشر ملايين ويكمل البقية 5 ملايين ويكمل البقية لام كم فلس. مو أحسن ما تتورطون بسيارة تاخذوها أقساط وتحتاج لها فترة على ما تطلع، والنوبة يلحقها ترقيم. النوبة استقطاع أقل قسط هسه موجود تقريبا بال 500,000 600,000 أو 450,000، شي يكفي شي يظل بالراتب. بس إذا أخذ قرض مثلا أبو العشرة، اتوقع مصرف الرشيد او الرافدين اثنيناتهم وبقيه المصارف، يعني استقطاعها شهري على الماستر يمكن 200,000 213,000 214,000. فرق هوايه ما بين ال 450 وما بين ال 200 وشويه. 200 وشويه اشوفها مناسبه. 5 ملايين استقطاعها تقريبا 100,000. مو افضل اروح اخذ لي قرض للمصرف على الراتب واروح اشتري لمدة 5 سنين واخلص من دوخة الشركة مالت السيارة وتأمينات؟ المصرف ياخذ من عندي عمولة والشركة تاخذ من عندي عمولة ولازم تعطي تأمينات مدري ايش قد والرقم مدري ايش قد. خب اخذ قرض واشتريها كاملة. للي يريد يشتريها وجهة نظر مسموعة مو مفروضة. انا اشوف تاخذون اقساط، اذا ردتوا اقساط اخذوا من مصرف ورجعوهن مهما يكون الفائدة أقل من سعر السيارة الكلي. سعر السيارة الكلي ويا القسط يصير غالي. يعني أنا مرة سألت على وحدة سعرها تقريبا 30 مليون أو 29 مليون، ويا القسط تصير 40 مليون لمدة 6 سنين مدري 5، كلش هواية. فأخذوا من النوع. واللي عنده يشتري نقد أفضل له، والله يخلص من الدوخة كليتها. واللي ما عنده متوازي يريد يشتري، ما اشتري شيء غالي لمدة 5 سنين 6. هاي سيارة ملك شارع، كل شيء يصير بيها، لا سامح الله تنضرب تنشخط تندعم يروح من سعرها هواية. فأنا أشوف اللي يريد ياخذ له والله من مصرف أفضل له. يعني أول شيء استقطاعها يصير على الماستر، لا كفيل ولا غيرها و5 سنوات واحد يوفيها، واستقطاعها أقل من القسط مال السيارة اللي راح تاخذه. يعني مثلا يلمني كم فلس أكملهن واخذه وش اسمه اخلي بحيث ما تاثر على راتبي. يعني وتحسبوها لازم حساب عرب. يعني انا هذا الاستقطاع راح يظل عندي لمده 5 سنين، راتبي يكفيني لو لا؟ انا شنو السبب اللي خلاني ابيع سيارتي ذيك العاليه؟ هذا السبب. ما لحق، يعني تحولت على الملاك المدني قصوا من راتبي 250,000، ومنها استقطاع 213، ما يظل من راتبي ولا فلس. يعني وصلت بي مرحله 18 بالشهر انا ما عندي ولا فلس، مفلس. وانا رجال صاحب عائله، ما اقصر على عائلتي على مود اقساط او على مود سياره. بعت وسددت خلصت من عندها واخذت. وهسه على المستقبل اذا فكرت تاخذ راح اخذ شيء قليل بحيث ما ياثر على راتبي. يعني حتى لو حسب حساب انه 5 سنين هذا الاستقطاع ما راح ياثر على راتبي. فلازم تحسبوها حساب صحيح قبل ما تفوتون بيها، لا تتورطون. ضبط الوضعيه وتاخذوها من السيارة من المصرف وتظل محجوزة للمصرف، ولا تسددوها يلا خوب قرض من المصرف عدله قبالة اشتريها نقد وعلى حسب الاصول. بس لازم انا لامني كم فلس جوا ايدي، او اشتري على قدر ما اوازي نفسي. هاي سيارة وذيك سيارة اشتري وبعدين شوية اطور روحي، مثل ما جبت هاي اجيب غيرها. هاي حبيت انطي وجهة نظر بخصوص موضوع اللي يريد يشتري سيارة قسط. انا دائما اكو يعني يراسلوني او يسألوني شنو رايك فلان سياره قسط ما قسط. اخذوا لكم انتم بعد شنو السياره اللي تريدوها، لا تاخذون غالي، اخذوا فد شيء على قد امكانيتكم تعلموا بيها وضبطوا. وللمبتدئ همين ما اخذ سياره غاليه، سياره غاليه حرامات والله، طخص غيره ينزل من سعرها هواي، خسارتها تصير خساره فادحه. حاول اخذ لي سياره يعني خلينا نقول مو غاليه، اتعلم بيها، اضبط وضعيتي، اضبط سياقتي فد نوبه ضبطتها واوكي الامور طيبه،
راح اشتري له وحده جديده، وحده اعلى من عدها، وحده غاليه بعد، شكو بيها اللي عنده، ليش يقصر على نفسه؟ المنقابل راح ياخذهن وياه، اول تاليها راح شو اسمه راح يعوفن. فانا اتونس وامتع نفسي خلال هاي الفتره اللي عايش بيها، والله كريم بعد. تقبلوا تحياتي، اخوك محمد الحياه والطيب، مع السلامه.